اه كوتش التونة دي هتاكل الكلاب تونة ولا ايه؟ لا مش هاكلهم تونه، تعالى اقول لك هخليك تعمل وصفه لمكافآت تخلي الكلاب تتجنن وتسمع كلامك. تعالى اقول لك احنا محتاجين ايه. دي علبه تونه هناكلها عادي، هناخد منها الزيت بس، واي بخاخه قديمه زي كده عندك، وكوبايتين، واي علبه تحط فيها التري. تمام. تعالى نشوف هنعمل ايه الاول. هنفتح فتحه صغيره هنا كده، واي حته قماشه قديمه مش عايزينها هنحطها فين على وش الكوبايه كده، علشان نصفي بيها الزيت، عشان لو نزل اي قطع من التونه في الزيت، لو نزل اي قطع من التونه دي في الزيت هتدخل البخاخه، هتسد البخاخه، هتخليك مش عارف تستخدمها. هتجرب الطريقه دي وهتدعي لي وربنا. اطلع. احلى علبه تونه دي ولا ايه؟ شكرا كده صح. اكمل ازاي؟ كمل والله. هو نصيبك. يلا المهم محدش يدوس على التونه جامد زي ما انا عملت كده. يا لهوي، ايه اللي انا عملته ده؟ هو حد يعمل زي كده يدوس على التونه للاخر؟ اصل هم مش قافلين الغطا كويس برضه. يعني انا مش عارف انا ايه اللي انا اخطأت فيه، بس يلا ملحوقه. احنا عايزين كده، عايزين بنطلون جديد وعايزين نلم تبرعات. احنا حتى في رمضان يعني. المفروض ان كان في خطة لتصفية تاني، بس ايه، مش عارف بقى نعمل كده ولا لا. هنكمل لكم الفيديو بقى فويس اوفر علشان المايك فصل. بس عموما احنا لازم نصفيها تاني عشان نضمن ان مفيهاش اي قطع يعني. بنصفيها تاني اهو. سيبكوا بقى من الهدوم اللي اتوسخت دي. المكافآت دي يا جماعة بتبقى ساحرة مع الكلاب، واحنا بنستخدمها دايما لما نكون يعني مش مجهزين مكافآت. انا دايما يعني برجح المكافآت زي الكبد والقوانص او الكبدة. اما ده ريحة زيت التونة، بيتضاف على الدراي، بتبقى طريقة تحضير مكافآت سريعة ومؤقتة، وفي نفس الوقت الكلاب بتبقى منبهرة بيها جدا يعني، وبتبقى مش عايزة تسيبها. طعمها بيبقى حلو قوي وريحتها أقوى، بتشد الكلاب. وأهم حاجة إن أنت قبل ما تحط، يعني احنا في هنا جزء إن احنا المفروض بنحط الزيت ده كده في البخاخة دي، وبعدين بنضيف عليه شوية مية سخنة، تقريبا نص كمية الزيت، علشان تكون الريحة محتفظة بنفسها يعني. طبعا احنا ليه بنصفي كويس برضو، نسيت اقول لكم، عشان اما نيجي نحطها في البخاخة ونستخدمها، نرش قبل ما نستخدم المكافئات على طول، ما يحصلش انسداد في البخاخة دي، ويحصل توزيع كويس عن طريق البخاخة للزيت يعني، وما يبقاش زيادة قوي يضايقك وانت شغال، او يتوزع في حتت وحتت لا. هنا بنرش الزيت على الدراي فود. انا ليه فضيت الشوية دول؟ عشان اعرف اقلب بعد ما ارش الدراي فود في العلبة، ارجها كويس عشان اضمن ان الزيت بيتوزع عليها كلها والريحة بتتوزع عليها كلها. ولحد ما استخدمها لازم العلبة تكون مقفولة، عشان ما يحصلش ان الريحة تبعد يعني. ونقلبها كويس عشان ريحة الزيت ما تروحش.
صدّقني هتجرّبها هتدعي لي. طريقة سهلة ومش مكلفة، وكده كده إحنا بنستخدم التونة، أو حتى لو جبت عشان تعمل الموضوع ده وأنت استخدمتها في أكلة واستفدت من الزيت بتاعها، علشان وطبعا إحنا كده ما بنحطش نسبة كبيرة عشان ما يطلعليش حد يقعد يقول لي ده الزيت ده مضر للكلاب أصلا ومضر للبني آدمين. أنت بتحط نسبة قليلة جدا يعني، خففها بمية، إحنا مش عايزين منها غير ريحة يعني. يلا جربوها وقولوا لي النتيجة إيه معاكم في الكومنتات. سلام.